ياكو يتذكر طعم نبات البالون. أكل المسدسات. هل طعمه سيء مثل نبات البالون اللعين؟ فورد تظهر نظرة منزعجة عند ذكر الطعم السيء. طعمه فظيع يا رجل، كأني أمضغ معدنا صدئا باستمرار. هذا هو الجانب السلبي. لكن نظرة تتغير. يمد يده إلى حقيبة صغيرة. لدي شيء قد يساعد في مشكلة الطعم. يخرج شيئا صغيرا لامعا يشبه اللاصق يقدمه لهما. هذه تسمى اللاصقات الحسية. اخترعتها المخترع توسر، ربما له صلة بتامر أو بنفس المدرسة المتقدمة. تلتصق على اللسان وتخدع الجهاز العصبي. يمكن أن تجعل أي طعم سيء يبدو حلوا. يوم جديد يحل والسفينة الصغيرة تشق طريقها في عرض البحر. بينما هما يبحران لم يمض وقت طويل حتى لاحظا شيئا غير عادي في المياه. شيء يتحرك بصعوبة، يصارع للبقاء على قيد الحياة. كان شخص يطفو منهكا ومجهدا، يستغيث بصوت خفيض. ياكو يشير بيده بسرعة، تظهر على وجهه علامات القلق. جومو، هناك شخص في البحر، هيا ننقذه. تحرك جومو بسرعة وبمهارة واضحة، قاد السفينة نحو الشخص. عمل ياكو وجومو معا لمد يد المساعدة وسحبه إلى سطح السفينة الصغيرة. كان رجلا شابا، بدا عليه الإرهاق الشديد، ملابسه ممزقة، لكن كانت لديه هالة من القوة الكامنة. جومو ينظر إلى الرجل بعناية، عيناه تجولان عليه بتقييم سريع، لكن نبرته تحمل إعجابا بكيفية نجاته. لقد نجوت من شيء صعب للغاية. البقاء على قيد الحياة في هذه المياه المتلاطمة لفترة طويلة يتطلب قوة غير عادية. تنفس الرجل الصعداء بصعوبة قبل أن يرد، ينظر إليهما بعينين متعبتين لكنهما تحملان يقظة. الرجل الغريق: شكرا لكما، لقد أنقذتماني، اسمي هو فورد. جومو. تتسع عينا جومو قليلا، ليست صدمة بل إدراك سريع لأهمية الاسم. فورد، الاسم ليس غريبا، إنه يرتبط بالخضر، أحد قادة القيادة العليا، أليس كذلك؟ هل أنت على صلة به؟ فورد يستعيد أنفاسه ببطء، ينظر إلى جومو ثم إلى ياكو. أجل، أنا فورد. يتوقف، يتنهد بمرارة خفيفة. أنا ابنه، وقبل أسبوع تقريبا رماني أبي في هذا البحر. ياكو، صدمة تظهر على وجهه. رماك في البحر؟ لماذا؟ فورد يبتسم ابتسامة مرة، ينظر إلى الأفق، صوته يحمل ثقلا. بسبب قانون سخيف وضعه على جزيرتنا. يقول: لا يجب أن يتفوق الابن على الأب في كل شيء ما دام الأب قادرا. ولقد هزمت أبي في قتال لم يكن يجب أن يحدث لولا هذا القانون، كعقاب لي، ولأنه لم يعد يستطيع التحكم بي. رماني في البحر لأجد طريقي أو أغرق. يقبض على يده. كنت أحاول الوصول إلى مكان يمكنني فيه تحدي بعض أقوى رموز هذا النظام، لأثبت أن قانون والدي سخيف، ولأرسل له رسالة عبر أحد رجاله المقربين. جومو. نظرة جومو تحمل تفهما قاتما، ربما يربط الأمر بأنماط قوة أو تحكم قديمة. نمط مألوف، آليات تحكم قاسية. إذن أنت هزمت الخضر؟ يسأل بفضول حقيقي حول مصدر القوة. وكيف اكتسبت القوة اللازمة لمواجهة قوة كهذه؟ هل تدربت في مكان ما؟ فورد يومئ، تظهر نظرة احترام في عينيه. قبل ذلك كنت خادما عند يورا لفترة، عندما رأى رغبة في القوة وكيف كنت أحاول التأقلم مع هذا العالم الجديد. سمح لي بالتدريب على يده، تعلمت منه الكثير، فهما مختلفا للقوة، ولكننا استطعت هزيمه أبا، لأن نقطة ضعفه الوحيدة ها قوه المسدسات الخاصة به. ياكو، عيناه تتسعان بشكل لا يصدق. يورا، وتدربت على يده؟ مسدسات. جومو،
ينظر إلى فورد باهتمام، يريد فهم طبيعة قوته. يورا تدريبه لا يعتمد على القوة الخام فقط، بل على كره القدم. والآن يا فورد، ما هي طبيعة قوه المسدسات التي تقول عنها أن نقطه ضعف أبيك، والتي أهلتك لهزيمته وسمحت لك بالبقاء حيا في هذا البحر المتلاطم؟ فورد يبتسم ابتسامة عريضة، يظهر أسنانا تبدو لامعة وقوية بشكل غير طبيعي. ها 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 ها، قوتي؟ إنها فريدة، إنها قوة المسدس. لقد كنت آكل المسدسات. يرى تعابير الدهشة على وجهيهما. لا تستغربا، هذه تسمى الأسنان الحديدية. صنعت خصيصا لي بواسطة المخترع العبقري تامر. هذه الأسنان ليست مجرد حديد. بفضل التطور الهائل في هذا العصر، هي تسمح لي بهضم وأكل أي شيء تقريبا، حتى المعدن والطاقة. وبأكل المسدسات أتحول أنا نفسي إلى سلاح حي. قوتي تأتي من جوهر المعدن وروحه القتالية. جومو ينظر إلى أسنانه باهتمام كبير وفضول علمي واضح. تامر، سمعت بهذا الاسم. قدرة على هضم وتحويل المواد غير العضوية وتجسيد طاقتها. هذا يتجاوز الفهم المعتاد لقوة الطعام. هذا مثير للاهتمام حقا من الناحية البحثية. ياكو يتذكر طعم نبات البالون. أكل المسدسات؟ هل طعمه سيء مثل نبات البالون اللعين؟ فورد تظهر نظرة منزعجة عند ذكر الطعم السيء. طعمه فظيع يا رجل، كأني أمضغ معدنا صدئا باستمرار. هذا هو الجانب السلبي. لكن نظرة تتغير، يمد يده إلى حقيبة صغيرة. لدي شيء قد يساعد في مشكلة الطعم. يخرج شيئا صغيرا لامعا يشبه اللاصق يقدمه لهما. هذه تسمى اللاصقات الحسية. اخترعتها المخترع توسر، ربما له صلة بتامر أو بنفس المدرسة المتقدمة. تلتصق على اللسان وتخدع الجهاز العصبي. يمكن أن تجعل أي طعم سيء يبدو حلوا. ياكو ينظر إلى اللاصق بدهشة وأمل. ما هذا؟ هل يمكنها جعل نبات البالون حلوا؟ هورد يومئ، لكن صوته يصبح أكثر جدية وتحذيرا. نعم، يمكنها فعل ذلك، لكن نظراته تثبت عليهما. نبرته تحمل وزنا من المعرفة الحذرة. إنها خطيرة جدا. الإكثار منها أو استخدامها بشكل خاطئ قد يسبب تشوهات حسية دائمة أو مشاكل عصبية خطيرة. سمعت أو علمت أنها سببت مشاكل للأميرة هند. فقدت بعض حواسها الحقيقية بسبب الاعتماد المفرط عليها. هذه الأدوات لها ثمن خفي. استخدموها بحذر شديد إن قررتم ذلك. جومو ينظر إلى اللاصق بجدية، يعكس التحذير في نبرة فورد. التلاعب بالحواس يغير الإدراك. أداة قوية، خطيرة حقا إذا لم يتم فهمها أو التحكم بها. حالة هند تؤكد التكلفة البيولوجية العالية لمثل هذه التلاعبات. شكرا على التحذير يا فورد. ياكو يضع يده على فمه، مصدوم من قصة هند، لكنه يرى الأمل في اللاصق. الأميرة هند حدث لها هذا، لكن يمكنها أن تجعل نبات البالون حلوا. يهز رأسه بذهول. فورد يستعيد جديته، ينظر إلى ياكو وجومو، صوته يحمل العزم. والآن، بعد أن عرفتما من أنا وما قوتي، وعرفت هدفك يا ياكو، كنت أحاول التوجه نحو مكان يمكنني فيه تحدي بعض أقوى رموز النظام. وها أنت تتجه مباشرة نحو جادي. ياكو يضرب كفه بقبضته بحماس، عيناه تشتعلان. تمام، إذن وجهتنا التالية هي جادي، الرجل الذي دمر جزيرتي. سأذهب لأجعله يدفع الثمن. جومو نبرته قلقة، يحاول إبقاء الأمور في منظورها الصحيح. ياكو لحظة، جادي ليس خصما عاديا، إنه أحد قادة القيادة العليا. التقارير تشير إلى أن قوته كسياف هائلة. الذهاب مباشرة لمواجهته في مكانه إنه خطر كبير جدا، خاصة وأنت لا تزال في المستوى الأول من قوتك. الأمر يتطلب تخطيطا دقيقا. فورد يتكئ على حافة السفينة، ينظر إلى البحر. نبرته تحمل خبرة وتعبا، ولكن أيضا تصميما. جادي سمعت عنه الكثير. قاعدته المعدنية ليست مجرد جزيرة، إنها حصن. الذهاب إليه مباشرة يشبه القفز في فك مفترس. لكن
يلف رأسه لينظر إلى ياكو مباشرة. تظهر لمحة من التحدي الممزوج بالجدية في عينيه. لقد هزمت الخضر. لم أفعل ذلك لأغرق أو أختبئ. جادي هو اختبار حقيقي لقوتي بعد ولديه حساب قديم أرغب في تسويته مع نظامهم. أنا معك يا ياكو. ياكو يقف بينهما، ينظر من جومو إلى فورد ثم إلى الأفق، يقبض على يديه. ربما هو خطر كبير يا جومو، وربما هو مثل فك مفترس يا فورد، لكنه دمر جزيرتي. هذا هو هدفي الآن. ينظر إليهما بعزم. لنذهب إلى جادي معا. أنتما معي صحيح؟ هذا هو طاقم الجزيرة. جومو يتنهد بهدوء، يرى العزم في عيني ياكو ويعلم أن الجدال لا يفيد في هذه اللحظة. ينظر إلى فورد ثم يعود إلى ياكو بنظرة تحمل خليطا من القلق والتقبل. حسنا، إذا كان هذا قرارك يا ياكو، بينما تستعدون للمواجهة سأقوم بجمع وتحليل أي معلومات يمكنني الحصول عليها عن قاعدة جادي. ربما هناك نقاط ضعف يمكن استغلالها. الأمر يتطلب مقاربة عقلانية قدر الإمكان بجانب تصميمك. فورد يبتسم بصدق هذه المرة، يقف بشكل مستقيم، يقرع أسنانه الحديدية بلطف. فك مفترس إذن؟ حسنا، دائما ما كنت أفضل اللعب بداخل فك الوحش. هذه المعركة ستكون رسالتي الأولى إلى والدي وعالمه. ينظر إلى ياكو. معك يا قائد الطاقم الصغير. لنذهب إلى جادي. أومأ جومو ببطء، وظهرت على وجهه نظرة معقدة مزيج من الترقب والحذر. وقف فورد بجانب ياكو، نظرتهما مثبتة على الأفق البعيد. شعر ياكو بموجة جديدة من العزم تملأه. لم يعد وحيدا، لقد وجد رفاقا. السفينة الصغيرة شقت طريقها عبر الأمواج، تحمل على متنها طاقم الجزيرة الذي ولد للتو، متجهة نحو قلب عالم جديد وقاس، نحو جادي.